مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي اللي هو الترند اللي منتشر دلوقتي، وده سهل جدا على اي حد ما بيعرفش يعمل الكسكسي بالدقيق الابيض. سهل قوي ان هو يعمله. بصي حبيبتي، المج اللي هتعايري بيه الكسكسي هو اللي هتعايري بيه الميه مبدئيا. انا هنا كان معايا 2 مج، حسب المج اللي انت عايزاه حطيه. وحطيت معلقتين زبدة كبار، وقلبت فيها دي السومولينا او دي البسبوسة لحد ما حسيت ان كل الحبوب بتاعته اتغلفت بالمادة الدهنية. تمام. وبعد كده نفس المج اللي انا عايرت بيه، اللي انا قلت لكم كان المج الابيض ده، حطيت 2 مج مية كانت بتغلي. تمام يا حبايبي. يبقى هنعيد تاني، دي السومولينا او دي البسبوسه خدنا منه مجين، عملناهم مع ماده دهنيه معلقتين كبار، ونزلنا بنفس المعيار ميه مغليه. انتي اول ما هتحطي الماء المغليه هتتسدني، لا ما تتسدنيش. خلي النار ما تبقاش لا واطيه ولا عاليه، يعني ما تخليش النار هاديه قوي، خليها نار وسط، وتفضل ايدك في التقليب. ما تقلبيش، يعني يستحب معلقه خشب عشان تقدري تجيبي فيها الدقيق، وفي نفس الوقت تفرفريه تفككيه. ما تخافيش هتحسي ان هو عجن وهتتفاجئي، لا 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 خالص يا ماما، ما تتفاجئيش. اعملي كده الحاجه وانت واثقه من نفسك تمام الثقه. بصوا انا قعدت قلبته كده كويس جدا. بصوا ابتدى يفرفر وهيبتدي يظهر معالمه. انا بصراحه في الاول اتفجعت، بس بصراحه يعني بعد ما اتفجعت وبدا ان هو الماده السائله اللي فيه تنشف، هتبتدي ان هو تلاقيه فرفر. بصوا هو طعم الكسكسي بالظبط، طعمه جميل جدا، بس برضه عشان اكون واضحه معاكي، هو مش مخرز زي اللي جدتنا الله يرحمها كانت بتعمله، بس نفس الطعم. فاعمليه، هو حاجه جميله افضل ما انت تجيبيه للولاد من بره. طعمه يجنن والله وهيعجبك. بصوا انا قعدت اقلب فيه وبدات اهو، بدات المعالم تظهر. بصوا عمايل الكسكسي صعبه قوي، فانك انت تعمليه في اقل من اقل من 15 دقيقه، فده انجاز بصراحه. يعني حقيقي شكرا قوي للشخص اللي هو عمل الترند ده. افضلي قلبي فيه وافضلي، وطبعا تبقى النار مش هاديه قوي علشان الميه اللي احنا حطيناها تتبخر منه. كل ما الميه بتتبخر وهو بينشف بيفرفر اكتر. قعدت اقلب فيه. انت طبعا بقى شوفي انت عايزه تجمليه بايه، هتحطي عليه زبيب، هتحطي عليه سكر. سبحان الله، انا هقول لكم حاجه عني، انا من الناس اللي بيحب الكسكسي ماسخ. ما بحبش فيه سكر بودره، يعني احب فيه مثلا احطه كده اهو. بصوا ما شاء الله بدا يبقى جميل جدا والله. والله العظيم في البيت عندي عجبهم قوي. بص فرفر خالص ما شاء الله. بصوا حبايبي، انت ممكن تحطي الزينيه بقى بالسكر والمكسرات بتاعتك، شوفي ولادك بيحبوا ازاي، او ممكن تحطي عليه نسبه لبن كده اول ما يطلع. ولو انت بتحبيه تحطي عليه نسبه لبن ونسبه سكر وتقلبيه فيه وترشيه كده عليه. انا بحبه ساده حطيت عليه المكسرات. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. وادي ترند جديد افادنا. يا رب كده يكتر من الترندات اللي تعمل لنا الحاجات الصعبه بطريقه مبسطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.